شكل الزعتر بعد اسبوع من الزراعه. كنا عقلوه بس زرعته من البذور. استخدمت تربه بيتموس، حطيت عليها فيرميكلايت وحجر طبيعي بيستخدموه تحسين تصريف التربه. الزعتر له فوائد طبيه كتير وبيستخدموه كمضاد للبكتيريا وطفيليات. مش متاكد اذا كان ده افضل وقت لزراعته، بس هحاول ازرعه كده وربنا يسهل ان شاء الله. ما زلت بحاول ادور على اصناف سهله في الزراعه ممكن اعمل منها شتلات كتير واعرف ابيعها في السوق. الزعتر من اهم الاختيارات دي لانه بيتحمل الجفاف لدرجه كبيره وكمان بيستحمل الملوحه. كنت اتمنى التوفير في تكلفه خليط التربه لانها اغلى حاجه في الخامات، لكن البيتموس بيسرع جدا من عمليه الانبات وكمان بيسهل استخراج الشتله من الصينيه. كنت اتمنى برضو الاقي طريقه اوفر فيها في البذور لان بذوره غاليه نسبيا وبيبقى فيه نسبه هدر كبيره لو حتى هنخفهم بعد كده. شفتهم بيستخدموا جهاز كده بيحط بذره واحده في كل خرم حجم الشتله كلها مره واحده. اتمنى الاقي فكره اسهل في تنفيذ لان دي اكتر حاجه خدت وقت في زراعه الصينيه، ولو انها اكتر خطوه ممتعه ومريحه للاعصاب. لما زرعتهم سيتهم 3 ايام في الضلمه وبعد كده طلعتهم في الشمس غير مباشره. ده شكلهم النهارده بعد 7 ايام من الزراعه. نسبه الانبات تقريبا 40%، بس الحمد لله في كل يوم في نسبه كويسه بتنبت. الكيس كان فيه 25 جرام بذور ب 100 جنيه، والصينيه دي عامله 40 جنيه، واستخدمت 15 جنيه بيتموس و20 جنيه فيرميكلايت.